أحمد الشرع هو صدام حسين الجديد اللي احنا كنا ننتظره. منين راح يجي صدام حسين؟ جانا صدام حسين. الجماعة كانوا رايحين، صار لهم كذا 40 50 إلى آخر سنة يدورون المهدي المنتظر، طلع لهم أحمد الشرع، طلع لهم صدام حسين الجديد. رهيب أن يطلع لهم صدام حسين الجديد اللي يحكم سوريا وبالتالي يأثر على بيروت وبالتالي يأثر على بغداد وبالتالي يأثر على صنعاء وبالتالي يأثر على طهران. يعني نياله لو صدام كان موجود، بس احنا نيالنا أن أحمد الشرع يمثل النموذج الصدامي المتناغم مع البوصلة الدولية. وخلي الجماعة يقولون حظر، راح أقلب المعادلة عليهم تماما، وكأن صدام حسين الجديد يقلب المعادلة عليهم. فالشرع نزي من الأرومة، يعني من العشائر، يعني من العشائر السعودية بهذا المعنى. طبعا أكو عنزة في سوريا أكيد. أبو الشرع كان قومي عربي، والشرع أيضا قومي عربي بهذا المعنى الذي كان يريده صدام حسين. قومي عربي، أبوه قومي عربي، مو مع هذا الإسلام السياسي السني والإسلام السياسي الشيعي. يعني هذا أحمد الشرع هو صدام حسين الجديد.